فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب رمضان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبع سعده. أما بعد، ما أن يهل علينا هلال رمضان حتى يتواثب الناس على أنواع الطاعات، لما يعلمون أن الأجور مضاعفة في هذا الشهر، غير أن المسلم الحصيف في هذا الشهر هو الذي يكون فيه عمله على بصيرة، فلا يقدم على أي عمل ولا ينفق على أي مشروع، ولا يقصد بابا من أبواب الخير إلا وهو يعلم أنه خير ما تنفق فيه الأموال وتبذل فيه المهج، وربما حاز الأجر الكثير بالعمل القليل. وذلك هو معنى المتاجرة مع الله المذكورة في سورة الصف. فكما أن التاجر لا يقبل إلا على السلعة التي تجلب له أعظم ربح، فكذلك المسلم لا ينبغي له أن يقبل إلا على عمل وهو يعلم أنه مراد للشارع بالقصد الأول، وهو بهذا يستثمر في قرباته أعظم الاستثمار، ويتكثر في أجوره أعظم الاستكثار. ودعني هنا أميز لك 3 قواعد تضمن بها الاستثمار الأمثل لأعمالك في رمضان. الأمر الأول هو الحرص على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. كثيرة هي النفوس التي تسأم من التذكير بالإخلاص، ولكن يبقى الإخلاص أمرا لا مناص منه، لأن الإخلاص هو أساس العمل، والعمل بلا إخلاص باطل الأجر مردود على صاحبه، فلا ينظر فيه إلى الأجر ناهيك عن مضاعفته. الإخلاص من أعظم أسباب مضاعفة الأجر. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وتثبيتا كما قال ابن عباس وقتادة معناه احتسابا من أنفسهم. ومعنى الآية في المجمل أن هذه الربوة تؤتي أكلها مضاعفا سواء أصابها مطر خفيف أو مطر غزير. ولكن أهمية الإخلاص لا تتوقف هنا، بل هي أعظم ما تكون أجرا حين يؤجر المرء على إخلاصه وإن لم يقبل على عمل. وفي الأثر: وإن كان فيه ضعف نية المؤمن خير من عمله. ولكن يشهد له ما في البخاري: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. ويشهد له أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتم أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: حبسهم العذر. رواه أبو داود. فأكثر من نية الخير فإنك تعامل كريما. بقية القواعد نذكرها في الحلقات القادمة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صحيح الحاكم عن ابن الزبير قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما أريد ما أريد. قيل: وإنما أنزلت هذه الآيات فيه: فأما من أعطى واتقى إلى آخر السورة. وروي من وجه آخر عن ابن الزبير وخرجه الإسماعيلي ولفظه أن أبا بكر كان يبتاع الضعفة فيعتقهم، فقال له أبو قحافة: يا بني لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: يا أبت منع ظهري أريد. ونزلت فيه: وسيجنبها الأتقى إلى آخر السورة.